مساء الفل. وصفة النهاردة جديدة جدا وطلع طعمها جامد. هنعمل شريمب كيك. بصوا بقى السهولة والسرعة في طريقته. نص كيلو جمبري بعد التقشير هنقطعه صغير بس ما تهرهوش، وهنحط عليه بقى بيضة مخفوقة وكوب بقسماط ناعم، رشة بقدونس، وشوية زيت زيتون أو زيت عادي، عليهم بقى معلقتين مستردة، وحوالي 4 معالق مايونيز، ومعلقة صغيرة بقى من كل اللي جاي، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، ملح وفلفل اسود. وعلى فكرة لو مفيش بهارات خالص ممكن ملح وفلفل بس وتبقى برضو تحفة. هنقلبها بقى كويس ونعجنها بايدينا عجنة بسيطة، وبعدين نبدأ نسويها في تو اوبشن للتسوية. يا اما هنسويها في الاير فراير او الفرن، يا اما هتسووها في الطاسة على البوتاجاز. فبالنسبة للاير فراير او الفرن هنحط ورقة زبدة ونرشها رشة زيت، هنكورها ونديها تبطيطة صغيرة ونبدأ نرصها بالشكل ده، وهندخلها على درجة حرارة 180. هتقعد حوالي ربع ساعة. لو هتسووها بقى في الطاسة، قطعة زبدة وعليها شوية زيت، تدوب الزبدة ننزل فيها الجمبري وهدوا النار، وبلاش يتقلب غير مرة واحدة بس عشان هيفرفت منكم. أول ما ياخد اللون التحفة ده هنقلبه. وفي وصفات على فكرة بتعمله بالدقيق، بس البقسماط بيديله الكراست اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت كتير، بيستوي بسرعة جدا، وده شكله النهائي. بصوا بقى انا مش هتكلم كتير، هسيبكم تجربوه وتقولوا لي طعمه قد ايه كان رهيب. كنت معاكم أميرة مرعي، يا رب تعجبكم الوصفة وسلام.